وحكاية فيلمنا بتبدأ في منطقة جبلية وتحديدا في النرويج مع بنوتة صغيرة اسمها نورا وباباها توبياس وهما بيتسلقوا الجبال. وبعد ما بينتهوا هما الاتنين من مرحلة التسلق بيقعدوا على قمة الجبل علشان يرتاحوا شوية. وبيبدأ توبياس يحكي لنورا قصة جبل الغول وبيقول لها ليه الجبل اتسمى بالاسم ده. وبيبدأ يحكي لها قصة من قديم الزمان من حوالي آلاف السنين. وبيقول لها ان كان في 13 غول وكانوا بيحتفلوا بحفل زفاف صديق اليوم. وفضلوا يشربوا ويسكروا لحد ما نسي الوقت وطلعت عليهم الشمس وحولتهم لحجارة وقمم جبلية. لكن نورا مش بتصدق القصة دي وبتقول له كل ده تخيل في قصص اسطورية. وعشان يقنعها باباها بيطلب منها تغمض عينيها وتبص للجبل وهي مؤمنة من جواها انها هتشوف الغلال. وفعلا اول ما نورا بتغمض عينيها فجأة بيتحرك الجبل من مكانه وبيظهر منه وشوش لكائنات غريبة تشبه البشر. وبعد مرور 20 سنة بنشوف نورا بعد ما كبرت واصبحت بروفيسور مشهورة في علوم الجيولوجيا وحفريات الديناصورات على ساحل المحيط الاطلسي. وبعد تعب ومجهود 6 شهور من الحفر هي